جماعة السلطة من بلشية السلطة ابكوا بترتاحوا، وياكم ماشيين قسد، دوريات قسد مع القوات الكردية بالهمرات ومع قوات الأمن العام. 15 سيارة أمن عام قدام 50,000 واحد من قسد. بس قدام الجمهور انه دولة وتشاركنا، ولا مع الشراكة، لكن هي المنطقة بده يديروها أهلها سياسيا وإداريا واقتصاديا، وبدهم يشاركوا بالمعابر، وبدهم يشاركوا بالأمن، وبدهم يشاركوا بالمطار، وبدهم ياخذوا حقهم ثالث بتلة وفق اتفاقية. انه غزلون ما انه اجدر بوقت على شيء اسمه اتفاقية الآذار، فيها ظلم للمكون، حتما فيها حقوق. ولكم كمان لبواني، قالكم الاتفاقية تنص انه فرقة كاملة 3 ألوية بيديروا مدينة الحسكة وقامشلي، يعني قرابة 50,000. قبل كانوا عم يطالبوا ب3 فرق، لو ثلثين القوة كانوا عرب، هلا العرب راحوا لعند الدولة، صفى الثلث اللي هو فرقة، كانوا 3 فرق صاروا فرقة، ولواء خاص بمدينة كوباني، وعفرين جاي دور كمان بده يساوى للواء من ابناء المنطقة بدهم يحكموها. هيك قررت سلطة دمشق. بس ما عم يقولوا سلطة دمشق، عم يفوتوا لكم خازوق شوي شوي لجمهور السلطة. طلع مين عم يحكي عن الخوازيق؟ الرجل اللي دخل موسوعة الجينيس للأرقام القياسية كأكثر رجل أكل خوازيق بحياته، سمير متيني. أحلى شيء بيعجبني فيك إنك بتحاول تقلب الهزيمة الشنيعة لانتصار زائف. حبيبي، أنت بتعرف إنك قبل بشهر كنت مسيطر على 23% من سوريا، وصرعت طيطنا بهذا الشيء لمدة 10 سنين، وقلت بتمك إنه في انتهى قصد بدها تحكم هاي المناطق بشكل كامل. حبيبي، انتوا خسرتوا الرقة، خسرتوا دير الزور، خسرتوا الثروات، خسرتوا القمح اللي كان من عندكم، خسرتوا النفط، خسرتوا المعابر الحدودية، خسرتوا وجودكم، خسرتوا علاقاتكم، خسرتوا حتى ماء وجهكم. عن شو عم تحكي انت؟ عن اي انتصار انت عم تحكي؟ وعن اي فتنة عم بتحاول تخلق هلأ بين اهالي حسكة والقامشلي والدولة السورية؟ روحي، انت ما ضل يعني اي خازوق في الدنيا ما تعبى فيك. 7,000 توقع، 7,000 غلط. انت عن اي انتصار عم تحكي؟ شو عم بيصير حبيبي؟ ليش بالحسكة وبالقامشلي؟ ليش دخلت الدولة؟ والدولة رح تدخل اكثر واكثر قريبا، والاتفاق رح يتنفذ على دفعات. صح، اهالي الحسكة والقامشلي كان بدهم يتخلصوا منكم بشكل كامل، بس قدر الله وما شاء فعل. طول ما نحن كدولة سورية مسيطرين على المؤسسات وعلى المعابر الحدودية وعلى كل المواقع الحيوية الموجودة بالحسكة وبالقامشلي، وين المشكلة إذا ضل شوي من الأشايس عندكم مثلا بمناطقكم؟ وين المشكلة إذا أنتم بتأتمروا بأمر الدولة السورية وبتاخذوا رواتبكم من الدولة السورية ومندمجين مع الدولة السورية ورافعين أعلام الدولة السورية؟ وين الانتصار اللي أنت عم تحكي عنه يا سمرة؟ يعني والله ما بعرف الوقاحة اللي وصلتوا عليها. انتم مثل الفريق الفوتبول بكون خسران 12-0 وبطلع مدربه بيجي بيقول ها ما ربحتونا 13-0. يا زلمة، انا بدالك والله مو بس بسكر السوشيال ميديا، انا بدالك بسكر منصاتي وبروح على شي جزيرة بتخبى، بلغي الموبايل من حياتي. لك صرعت طيطنا انت يا زلمة 10 سنين بقصة تبعيتك اللي انتهت بأيام. ولكن المساحة اللي كنتوا انتوا بتحتكموا عليها خسرتوها بالكامل بالكامل. الفرقة صارت 50,000 شخص. يعني الجيش إذا فيه 200,000 شخص بيكونوا عبارة عن 4 فرق بس لا أكثر. لك عمين عم تضحك لك ابني؟ خلصنا بقى، روح نام. روح نام، ولاقي لك مصلحة غيرها مصلحة. روح نام، روح. حتى الحسكة والقامشلي خالصين. روح نام، روح روح.